السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده معايا اسعار جميع انواع الطيور، وعايزه اقول لكم للاسف الشديد اسعار الطيور كلها راحت في داهيه. وكمان حاجه مهمه جدا جدا، الحكومه لما قررت ان هي هتتصرف او هتتدخل في الازمه، فاتدخلت للاسف بس بطريقه ممكن تزعل ناس كتير قوي. اتدخلت وقالت ان هم هيستوردوا كميات كبيره من الفراخ المجمده، هتدخل مصر قبل شهر رمضان المبارك ان شاء الله. ان شاء الله يعني لما قرروا ان هم يتدخلوا او يحلوا ازمه او يحلوا مشكله في البلد، يعني عشان خاطر المستهلك وعشان كمان ما نخسرش المربيين او اللي بيستثمروا فلوسهم في الدواجن. المفروض كان نحل الازمه بنزول اسعار العلف او دخول خامات العلف من المين، افراجات عن خامات العلف عشان المربي يعرف يشتغل. وكمان ان صناعه الدواجن دي يا جماعه فعلا فعلا يعني واخده حيز كبير جدا جدا من البطاله في البلد. عايزه اقول لكم ان في شباب كتير معاهم كليات ما شاء الله ومتخرجين، وتلاقي كل واحد فيهم واخد له اوضتين على السطوح كده او متأجر له مكان صغير وبيربي فيه فرخين وقاعد وساكت وساكت بعيد عن الوظيفه ومسلم امره الى الله. لكن دلوقتي احنا ما بنحلش ازمه، احنا كده بنعمل ازمه اكبر واكتر، ان انا هدخل فراخ مستورده او هدخل فراخ مجمده البلد، فهفك ازمه للمستهلك. طب والمربي كمان هيدفن ولا الصناعه دي هتنتهي وهناكل مستورد بعد كده على طول؟ نبدا كده ونسمي الله ونبدا بسعر كتكوت الابيض الاهالي النهارده اللي كان عامله 24 جنيه. كتكوت الشركات النهارده بادئ من 25 لحد 28، وفي بعض الشركات وصلت سعر الكتكوت النهارده ل 30 جنيه. كتكوت الابيض سعر كتكوت البلد المشعر النهارده 8 جنيه ونص، وسعر البلد الحر النهارده 6 جنيه ونص. سعر الرز فرز الديوك النهارده 12 جنيه، رزي على وشه النهارده 10 جنيه، وفرز البرابر النهارده 9 جنيه. اما جميزه بيور النهارده واللي كان عامل 11 جنيه ونص، ساسو شفر النهارده 15 جنيه، وساسو جيل تاني النهارده 12 جنيه ونص. كتكوت بلدي هجين النهارده 11 جنيه، وكتكوت رومي النهارده 18 جنيه. سعر البط المسكوفي مسكوفي ار 41 النهارده 32 جنيه. سعر المولر المحلي النهارده 31 جنيه. سعر المسكوفي المخلط النهارده 28 جنيه. الفرنساوي البيورو النهارده 25 جنيه. شوروفان النهارده 22 جنيه. بكيني عاده النهارده 21 جنيه. سعر التنفيذ، ونبدا بسعر تنفيذ الابيض اللي رفع النهارده وعدى الحدود. النهارده سعر تنفيذ الابيض كيلو الفراخ البيضاء النهارده ب 80 جنيه من المزرعه، بتتباع للمستهلك ب 90 جنيه. قولوا لي بقى تحت كده في الكومنتات، كل واحد يقول لي الفراخ عنده سعرها قد ايه، لان انا نزلت كذا مكان النهارده لقيت 88 و90 و93 جنيه سعر الفراخ البيضاء في المحلات. اما تنفيذ الساسو النهارده واللي رفع ل 97 جنيه الكيلو، وبتتباع في المحلات ب 110. كمان البلد الحر والبلد المشعر النهارده رفع ل 100 جنيه، وبتتباع في المحلات ب 110 برضو. كمان الفيومي والرزي تنفيذ 100 جنيه برضو، وبيتباع في المحلات ب 110. كل الانواع دي كلها بقت محصله بعضها. كمان سعر كيلو الرومي الاسود النهارده 90 جنيه، وبيتباع في المحلات ب 100. الرومي الابيض النهارده 85، وبيتباع في المحلات ب 95 جنيه. سعر الارنب النهارده 80 جنيه تنفيذ، وبيتباع في المحلات ب 85 جنيه. كمان اسعار البط، سعر كيلو البط البلدي والمسكوفي نفس السعر تنفيذ 90 جنيه، وبيتباع في المحلات الكيلو ب 100 و105. كيلو البط المولر النهارده 85 جنيه، وبيتباع في المحلات ب 95 جنيه الكيلو. كيلو البط الابيض النهارده او البكيني تنفيذ النهارده 77 جنيه، وبيتباع في المحلات ب 87 جنيه و90 جنيه كمان. وفي بعض الاماكن وصلوا كيلو البط البلدي ل 100 جنيه يعني. ربنا يعافينا يا رب. كمان اسعار البيض اللي شهدت ارتفاع رهيب جدا، وكل الناس بعد ما كانت بتقول هنقاطع الفراخ، دلوقتي كل الناس بتقول هنقاطع البيض. قبل ما نعرف ايه اللي رفع البيض الرفعه الجامده دي ومفيش بيض في السوق ليه، نعالج المشكله الاول، وهي ارتفاع غلاء العلف او ارتفاع خامات العلف، وكمان الامصال والادويه. كل الحاجات ديت فيها ارتفاع عالي، وكمان مفيش اصلا فراخ. ناس كتير جدا صفت الفراخ البياضه اللي كانت عندها مع غلاء العلف والخسائر اللي كانوا بيشوفوها قبل كده. سعر طبق البيض الابيض النهارده عامل 115 جنيه من المزرعه. سعر طبق البيض البلدي النهارده 125 جنيه من المزرعه. سعر طبق البيض الاحمر النهارده 118 جنيه من المزرعه. كل طبق بيض بيزيد 10 جنيه عن سعر المزرعه للمستهلك بره.
ربنا يعافينا يا رب. كمان عايزة أقول لكم إن أسعار العلف رفعت جدًا، النهارده في ارتفاع في سعر العلف، كل طن علف أو أغلب مصانع العلف رفعت من 300 ل250 و200 جنيه، النهارده 4 مصانع علف رفعوا الأسعار، في مصنع رفع 250 جنيه على الطن، وفي مصنع رفع 300 وفي مصنع رفع 200 جنيه على الطن، فتقريبًا كده كل مصانع العلف بترفع لإن ما فيش وجود خامات.